السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. والله يعاون جميع الامهات ربات البيوت والسيدات العاملات، كنقول لهم تحيه كبيره ليكم لانكم كديروا جوج اعمال، يعني كتخدموا على برا وكتخدموا في الدار. كنقول لكم تحيه كبيره ليكم جميع الامهات، لا ربات بيوت ولا للعاملات. ان شاء الله كما وعدتكم غادي يكون فيديو. تابع الفيديو اللي قبل منه، هذا فيه وصفات للغوتي والفطور، وكذلك معاهم خبز صحي 100%. الناس اللي دايره الريجيم جبت لها خبز صحي 100%، ما فيش تحسين ديال الخبز، يعني خبز غادي يكون طبيعي 100% وكذلك صحي ويليق حتى الناس اللي كيديروا الرياضه ومتبعين هما كذلك الريجيم. هنايا عندنا حتى الخبز ديال سندويشات، تقدروا ديروا فيه المالح، تقدروا ديروا فيه شي حاجه حلوه. وعندنا كذلك العجينه ديال البيتزا. عندنا الخبز غادي نخدموه بالشوفان والدقيق ديال الارز، كيجي بنين 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 وكذلك صحي. شحال ما كليتي منه ما غاديش يضرك في المعده ديالك وما غاديش ياثر عليك. وكما قلت لكم وغنشارك معكم شوربه ديال السمك كتجي بنينه بنينه بزاف، غادي نرافقها في العشاء مع البيتزا اللي غادي نحضر معكم ان شاء الله في هذه الوجبات. عندنا مادلين، كما كتلاحظوا المادلين درتهم صغيورين بحال اللي كيتباعوا في المحلات كنلقاوهم غالين. حنا غادي نخدموا مال العير في الدار بجوج بيضات، وغادي نخرجوا هذه الكميه بجوج بيضات. الخبز ديالنا ديال الشوفان اللي كتلاحظوا هنا الخبيزات ولا سندويشات حلوين، كتقدروا ديروا فيهم المالح وكديروا فيهم شي حاجه حلوه. العجين ديال البيتزا اللي معتمده عليها دائما كنديرها انايا، ما كتخطانيش انا من الدار ديالي، كيف رمضان كي بلا رمضان. ان شاء الله الشوربه كما كتلاحظوا هنايا شوربه السمك تقدروا ديروها باللحم ديال الدجاج، كتجي بنينه بنينه بنينه. وهذا هو الخبز البنات الصحي، كيجي رائع بالزرارع، فيه زرارع البنات، فيه القرقاع، فيه الشوفان، الدقيق ديال الشوفان والدقيق ديال الارز. جبت لكم، حاولت بما امكن نجيب لكم وصفات صحيه اللي غادي تنفعكم. كما قلت لكم البنات، خبز صحي 100% بالدقيق ديال الشوفان، والخبز ديال صحاب الرجيم غادي يكون بالدقيق ديال الارز. هنا البنات في الصباح ضروري ما غادي نفطر بواحد الخبيز صحي اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله. كندير ليه هاد الطريقه هذه. البنات جربته صدقوني عجبني، جا بنين وجا خفيف على المعده. شحال ما كليتي ما غاديش يضرك، ما غاديش ياثر لك على المعده ديالك، بطريقه صحيه وطبيعيه وسهل. يعني الطريقه ديال العمل ديالو سهله وبسيطه. كنلقاوهم في المحلات كنلقاوهم غالين، علاش حنا اللي ما نبقاوش نخدموا هاد الحويجات في الدار ديالنا ونوجدوهم لوليداتنا؟ كيكونوا الصحه لوليداتنا والصحه لينا حنايا. هذا هو الخبيز، كيجي ولا بريوش ولا عجين ديال المهم خبز ديال سندويشات، كيجي ديروا فيه المالح، تقدروا ديروا فيه شي حاجه حلوه، تقدروا ديروا فيه شي حاجه مالحه. كيجي بنين 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 البنات، كيبقى معكم مده طويله. ديروه في المبرد مده ديال 3 ايام، بغيتو ديروا الاسبوع كامل كديروه في المجمد. هذا هو الخبيز البنات ديالنا الصحي اللي غنخدموه بالزرارع والدقيق ديال الارز، كيجي رائع البنات صدقوني. الا بديتو معايا الفيديو تا هو كذلك ما غاديش تندموا عليه، لانه كله فوائد وكله صحي ان شاء الله. غادي يكون لجميع ربات البيوت والامهات العاملات وسيدات اللي جالسين في الدار ان شاء الله، ولوليداتنا كذلك. دائما كنبغيو ندخلوا شي حاجه صحيه لا لينا ولا لوليداتنا ان شاء الله. في هذا الصباح هذا من بعد غادي نفطر. خرجت درت واحد الدويره، خرجت بكري، تسخرت جبت شي صغيره كانت خاصاني، لانني هاد النهار غادي نخدم معكم بدايه ديال الوجبات اللي كنت شاركت معكم من سبق. لان واحد المتتبعه ديالي قالت لي بقيت تشاركي معنا الوجبات ديالك اليوميه. كنحترم الراي ديالها وكنقول لها مرحبا بك والف مرحبا. وكل وحده دخلت عندي جديده وكل وحده قديمه كنقول لها مرحبا بك والف مرحبا، وثقتوا في القناه ديالي وعجبتكم، وتا انايا شجعتوني بالتعليق ديالكم وخليتوني تحمست وتحركت باش ان شاء الله دائما غيكون مع قناه يوميات وتنظيم مع صلحه الجديد، ووصفات غتكون طبيعيه وصحيه وفي متناول الجميع. هنا البنات جبت جنيوحات، جنيوحات كيكونوا
مرخصين في السوق، غير حنا خاصنا نعرفوا كيفاش نطيبهم وكيفاش ننوعوهم في المائده ديال الماكله ديالنا باش وليداتنا كيحبوا الماكله ديال الدار. لان الماكله ديال الدار ما كاينش بحالها، كتكون صحيه، وغير حنا خاصنا نعرفوا كيفاش نوجدوا هذيك المائده باش نحبوا وليداتنا في الماكله ديال الدار، وحتى حنا كذلك نبغيوها. نحاولوا نزوقوها لهم كما كيلقاوها في المحلات على برا، نحاولوا ندخلوا فيهم لذه زوينه ولا مذاق زوين كما كنلقاوهم في المحلات على برا، باش وليداتنا كيبقاو يزعموا وياكلوا الماكله ديال الدار. لان لا زوقنا لهم واحد الحاجه زوينه والمنظر ديالها زوين والشكل ديالها زوين، وكذلك البنه كتكون قريبه المذاق ديال برا، يعني وليداتنا كيوليو يحبوا الماكله ديال الدار. هادشي اللي كنتمنى لجميع الامهات يبقاو يديروا بحال هاد الوصفات. ما كتكونش تماره كثيره، يعني غير مره كندير وجبه لوليداتي، يعني جنيوحات خرج جبتهم انا تشههم وليداتي. قبل ما نشارك معكم الخبز اللي غادي نخدمو ان شاء الله الكوتي والساندويشات، غادي نشارك معكم بعد الغديوه ديالي هي الاولى، عاد غادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا الوجبات كاملين. هنا البنات جبت معايا شويه ديال الفواكه، لان الفواكه كتكون مهمه للصحه ديالنا والصحه ديال وليداتنا. حنا كنمشيو على حساب دائما الميزانيه. انا البنات كنعتذر الا كنت كنبين لكم تقديه ولا شي حاجه، ماشي على قضيه باش نبان بها ولا شي حاجه، لان كاين شي بعض الناس كيصحابو كتبغي تبيني اشنو جبتي ولا. انا غير كنبغي نزعم وكنعطي واحد الفكره باش نشجع جميع الناس معايا، كما انا كنتشجع معكم بالتعاليق اللي كتعطوني وصدقوني التعاليق اللي عطيتوني كلها مفيده، واللي عطاتني نصيحه كنتقبلها منها وكنقول لها شكرا بزاف، لانني كنحترم كل وحده بالتعليق ديالها، كنحترم كل وحده يعني دخلت عندي القناه ديالي ورحبت بيا وكبرت بيا، الله يكبر بها بالجنه ان شاء الله. هنا ضروري كنجيبو عيري شويه من الحاجه، الا ما قدرناش على كيلو راه غادي نقدروا على نص كيلو من الحاجه. المهم ضروري ندخلوا شي حاجه لوليداتنا تكون صحيه. هنا البنات جنيوحات ضروري كندير لهم انا سكينجبير، كندير لهم الخل وكندير لهم الملحه وكنرقدهم في الماء يكون سخون، كنخليهم واحد المده تقريبا ديال ساعه حتى كيتعقموا مزيان بهذاك السكينجبير والخل والملحه. كل وحده والطريقه ديالها، اللي عندها شي طريقه ديالها تحطها ليا في التعليق. انا كذلك راه كنستافد معكم، بان واحد خواتاتي عطاوني نصيحه بان البصله ما نبقاش نديرها في المجمد لانها كتولي سامه، واحترمت الراي ديالهم، وتانا ان شاء الله غادي نتبع النصيحه ديالهم وما غاديش نبقى ندير البصله في المجمد حتى نبغي نطيب عاد غادي نديرها طريه. كنقول لهم شكرا على النصيحه ديالكم. هنا كما لاحظتوا البنات الدجاجه البنات درت معاهم الشرموله اللي كتشاركت معكم بالحامض والقزبر ومعدنوس، ودرت فيها العطري ديك البودره ديال المطارد، كتعطينا البنه زوينه في الدجاج، كتجي فيهم بحال البنه ديال الطاكوس، كيجي لذيذ البنات. رقدت فيهم هذوك الجنيوحات هذيك لاصوص اللي خدمت هذيك المره اللي شاركت معكم من قبل. لا بغيتوني شي فيديو نديروا لكم خاص بالصلصات قولوا لي في التعليق، نبقى ندخل لكم فيديو خاص بالصلصات باش ما تلفوش معايا. صافي البنات رقت هذاك الدجاج مزيان خليته يتشرب، بديت جبت العدس اللي كنت شاركت معكم ما درتوش في المجمد، درتو غير في المبرد، يعني درت فيه العدس، درت فيه شويه ديال الخيزو، شويه ديال البطاطا، شويه ديال القرعه، واحد العريات ديال الكرافس، باش كندخلوا حتى واحد الغذاء يكون مكون كله غذائي، يكون فيه فيتامين يكونوا فيه فيتامينات ويكون مغذي. نحاولوا واخا الطبق يكون بسيط، مثلا العدس كنسمعوا حنايا العدس كنقولوا عدس راه يعني حاجه بسيطه، لا راه فيها واحد الفيتامين، حنا خاصنا ندخلوا فيه واحد الخضر اللي كتكون حتى هي فيها مكونات غذائيه لصحتنا وصحه وليداتنا. هنا البنات من بعد طاب ليا العدس كان درت ليه لاصوص ديال المطيشه اللي كنت شاركت معكم ديال الحريره. هنا البنات كتغلط وجبت لاصوص ديال البيتزا، طلبوها لي البنات قالوا لنا ديريها لينا حلقه خاصه بها، ان شاء الله غادي نحط لكم غدا هاد الصلصه ونحطوا لكم في الشورت باش تاخذوا التفاصيل ديالها. غلط ودرت هذيك ديال البيتزا درتها في العدس، ولكن البنات عطاتها واحد المذاق رائع، لان هذيك الصلصه ديال البيتزا خادمه انا بالاعشاب منسمه وطحنا معاها فلفله خضراء، عطاتها واحد اللوغو زوين للعدس ديالنا. ملي كتكوني كتاكلي في العدس يعني كيجيك واحد المذاق متغير وجا بنين.
وجنيوحات ديالنا تما كذلك جاو مقرمشين بنانين، ما سلقتهم حتى شي حاجه، غير رقدتهم. ملي كنبغيو نقليوهم كنقص عليهم البوطه باش كيدخل لهم الطياب مزيان من الداخل، ما كيجيوناش خضرين. الا بغيتو الطبق ديالكم ديال الدجاج يجيكم صحي، دخلوه الفران، ديروا ليه نفس الطريقه بلا ما تمرمدوه في الدقيق، دخلوه غير شرملو ودخلوه الفران، راه كيجي صحي بدون زيوت. هنا البنات من بعد الغدا ديالي ضروري كنرتاح وكندير واحد الحاجه مهمه في الحياه ديالي، ضروري كنتعلم شي صنيعه، نتعلم الطرز، نتعلم الخياطه، نتعلم البصاله. اي دومين كيعجبك نتيا، اي دومين حلاقه، اي دومين كترتاحي ليه، ضروري اخواتاتي ديروه. انا كندوي على السيدات ربات البيوت وحتى العاملات، الا كان عندها الوقت علاش لا تشد واحد المريمه وتعلم ليها شي حاجه تعمر بها وقتها، تكون في افاده. هذا هو الروتين ديالي البنات، صدقوني هذا هو الروتين ديالي دائما، انا كنشاركو معكم. من بعد الغدا ديالي ضروري كنرتاح، كنغسل المعينات ديالي، كنقي الكوزينه، وكيبقى ليا الوقت من وراء الوحده ولا من وراء الجوج، يعني كندير واحد القهوه ديالي ولا كويس ديال لويزا، وكنخدم على راحتي وكناخذ راحتي وكنرتاح. وعاد غادي ندوزو نكملوا التتمه ونوجدوا الوجبات ديالنا في المطبخ ديال الكوتي ولا ديال الفطور لوليداتنا والسيدات العاملات. وكنحترم كل وحده عطاتني التعليق ديالها، كل وحده كنحترم التعليق ديالها البنات. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نبداو بالمقادير الاولى ان شاء الله. هنا البنات غادي نبداو بالخبز اللي غادي نديرو بالدقيق ديال الشوفان، الخبيزات ديال الدقيق ديال الشوفان. عاد غادي ندوزو الخبز الصحي كذلك، هذا تا هو صحي البنات، غير الاخر خاص بصحاب الرجيم اللي غادي نشاركو معكم من بعد. هنا البنات عندي نص كاس ديال الدقيق ديال الارز، انا طحنته على اليديه، خديت الروز الابيض اللي مكركب دغيا كيطحن لكم في الدار، طحنتو نيلتو مزيان، خليت فيها ديك التهرميشه، خليتها البنات ما حيتهاش. وعندي جوج كيسان ديال الدقيق ديال الشوفان تا هو كذلك البنات طحنتو في الدار. هنا كناخذ واحد المول، كندير معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، واخا ماشي صحيه غادي نحاول نجيب لكم خميره تكون صحيه ونبقى ندخلها لكم في الاخباز ديالي البنات. هنا كما قلت لكم البنات درت معلقه كبيره ديال العسل، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي ندير البنات ونخليهم يتخلطوا ليا مزيان هنايا. وبالنسبه للكميه ديال الماء اللي درت البنات، درت تقريبا نصف لتر ديال الماء يكون دافي. درت هنايا معلقه صغيره ديال القرفه كيعطيه لذه بنين 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 بزاف البنات. ودرت كما قلت لكم نص كاس. من بعد خلطت السوائل، خلطت الماء، خلطت الخميره مع السكر ومعلقه ديال العسل، خلطتهم مزيان. عاد درت الدقيق ديال الارز نص كاس، تقريبا 100 غرام ديال الدقيق ديال الارز، ودرت 200 غرام ديال الدقيق ديال الشوفان. هذه هي الكميه اللي درتها البنات، 200 غرام في 100 غرام، يعني عندنا المجموع 300 غرام. وغادي نديرو قريصه ديال الملحه مع العجين ديالنا. الملحه دائما نخليوها حتى الاخر. عاد درتها مع الدقيق، واللي بقى ليا جمعته بالدقيق الابيض تقريبا. بالنسبه للبنات الدقيق الابيض ضفت ما بين 150 غرام حتى 200 غرام على حسب الجوده ديال الدقيق واش كيشرب ولا لا. وضفت معلقه ديال الزبده. واحد الاضافه مهمه نسيتها البنات، اضافه مهمه هي الزرارع. درت السانوج، الحبه السوداء، درت زريعه ديال القرعه، درت البنات شنو اخر، درت الشوفان. مهم جميع الزرارع كناخذهم، النافع، حبه حلاوه ثم كذلك زدتهم، كنشريهم انا مخلطين وكنديرهم في الخبز ديالي. هنا البنات ملي كملت دخلت ديك المعلقه ديال الزبده. العجين خاصها تجي على هاد الشكل البنات، خاصها تكون رخوه رخوه البنات، وكنخليوها تخمر. كندهنوها بشويه ديال الماء، ما نديروش الزيت، ندهنوها غير بشويه ديال الماء وكنخليوها ترتاح. تحمر ارتاحت مزيانه، لان ديك التخميره الاولى هي اللي كتخلي لنا هذا الخبز كيطلع لنا زوين. لان التخميره الثانيه ما كنخمروش هذا الخبز هذا، الا خليتوه يخمر لكم وتدخلوا الفران غادي يهبط لكم، ما غاديش يتنفخ لكم، ما عاجيش مقوبب، ما عاجيش منفوخ. هنا البنات ملي كندير هاد الكويرات على هذا الشكل كنكورهم، كنغطسهم في الماء وكنعاودهم في الشوفان وكنهبط بيدي شويه باش يجوني منفوخين ومقوبين في الفران. يعني ما تهبطوش بحال الخبز العادي اللي كنديرو، ما تبسطوش مزيان هذا الخبز هذا باش ينجح معكم. الا ما درتوش هاد الطريقه راه ما غاديش ينجح معكم. دابا غادي ندوزو
ان شاء الله الخبز الصحي ديال صحاب الرجيم كذلك، ولا الناس اللي كدير رياضه. هذا الخبز رائع البنات، صدقوني جربته في هاد يومين وكليت وعجبني، وداك الشيء علاش قلت هاد الفيديو خاصني نحطو لكم باش تستافدوا منه. عندي كذلك هنايا البنات كما كتشوفوا كاس ديال الشوفان، يعني كاس كيهز ليا 200 غرام. هاد الكاس كيهز ليا انا 200 غرام. عندي 200 غرام ديال الدقيق ديال الشوفان مهرمش، ماشي مطحون بزاف، مهرمش. عندي 100 غرام ديال الدقيق ديال الارز، وكذلك كنطحنو على اليديه. معلقه ديال العسل، ارزه حمراء ديال الخميره ديال الحلويات فقط، ما غاديش نديرو الخميره العاديه ديال الخبز. غادي ناخذوا واحد المول، غنديروا فيه بيضه، غنديروا فيه واحد دانون ياغورت. دانون ياغورت كيكون فيه 100 غرام. الا ما عندكمش دانون ياغورت ديروا كاس ديال الحليب. هي من الاحسن ديروا دانون ياغورت الا كان متوفر عندكم. كناخذوا ديك البيضه مع داك العسل البنات ومع داك دانون، وكنخلطوهم مزيان. كنزيدوا الحبه السوداء، كنزيدوا الشوفان، كنزيد هنايا البنات عندي شويه ديال القرع، تقريبا واحد 50 غرام ديال القرقاع، 50 غرام ديال اللوز كيكونوا مهرمشين. كنلوحهم مع هذيك البيضه اللي طربناها مزيان. كنضيفوا هنايا البنات الدقيق ديال الشوفان اللي قلت لكم 200 غرام ديال الدقيق الشوفان، ما يكونش مطحون مزيان، عير مهرمش. و100 غرام ديال الارز هو كذلك البنات. كنبقاو نديروا واحد المعلقه ونخلطوا. هاد الخبز ما كيبغيش يتعجن، ما كيبغيش يتدلك، كيتخلط عير بواحد المعلقه. كنبقاو ندخلوا مزيان. بان لينا دوك المقادير ناشفين، كنضيفوا واحد الكاس ديال الحليب حدانا. كنبقاو نضيفوا نقيطه نقيطه، ما نكبوش الحليب بزاف، يعني عير شويه. نشوفوا داك نخلطوا بيدينا باش كنتحكموا في ديك العجين، وكنشوفوها واش تجمعت ولا باقا لينا مشته. تحاول العجينه تكون مجموعه لكم في يديكم، يعني خدموا بيديكم باش تحسوا بهذيك الحلاوه ديال العجينه، وتحسوا حتى بالخدمه ديالها في يديكم. ما ديروش العجانه، هذا الخبز كيبغي الليد، يعني خدموه هو الخبز اللي قبل منه ديال الشوفان. خدموا بيديكم باش كتحسوا بهذيك الحلاوه، وتحسوا حتى بالجميع ديال الخبز كيفاش كتجمعوه، يعني واش مجموع ولا مشتت ولا جاري ولا فهمتيني، باش كتحكمي في العجينه ديالك. صافي البنات، ملي كنبقى نجمع بيديك نقيطه ديال الحليب حتى كنلقاها تجمع ليا، صافي كنجمعو. ما كنخليش هاد الخبيز يرتاح. كناخذ واحد لاطا كنفرش فيها واحد كاعد ديال الطبخ، وكناخذ هذاك كندهن شويه ديال زويته باش كما تلصقش ليا العجين في يديا، وكنعرف نتحكم عليها كيفاش كنقرص هذيك زويته. عير كتعاوني كنطلق هاد العجينه هادي. صافي كنطلقها في هاد المول هذا على هاد الشكل هذا. كنطلقها. الا كان عندكم مدلك صغير ديروا باش كيعاونكم، ما عندكمش تبسطوا عير بيديكم، راه كافيه العمليه. صافي كنقاد الجوانب بحال اللي كنقادو في شي، يعني شي حاجه كنفرشوها في الطاوه ديالنا. كناخذ هاد الباله هادي البنات راها عمليه كدير رخيصه بزاف. صافي كنقاد ليها الجوانب، كنطراسيها مزيان، وكنقطعو على شكل، اما ديروه مربعات اما ديروه مستطيل. بغيتو ديروا مربعات صغيره، بغيتو ديروه مثلث، يعني التزيين كيبقى لكم نتوما اختياريه. يعني بغيتو ترشوا عليه الشوفان من الفوق رشوا، انا خليته كافي بحال هكا لانني مدخله الشوفان مدخله كركاع، يعني فيه فوائد صحيه لداخل. ما كاينلاش غادي نزيد الشوفان. صافي البنات، هذاك كيدخل ديريكت فران. بالنسبه هذيك الساعه كتدخلوه الفران يطيب، ما كتخليوش يرتاح. هاد الخبيزات هادو ديال الشوفان، ما نسيت البنات ما قلتش لكم التخميره الاولى، وملي كنقرصوه كتخليوه 5 دقائق. 5 دقائق كتحسوا به ارتاح، كتشعلوا الفران وكتدخلوه يطيب. ما تجهدوش عليه البوطه. هذا الخبز ما كيبغيش البوطه تكون مجهده، تكون بين وبين، ماشي بحال اللي كطيبوا كيكه، يعني تكون البوطه متوسطه. انا كنطيب عير في الفران ديال الغاز، راه الحمد لله كيخرج ليا الحلوه ديالي زوينه، كلشي فيها هو هذاك. هادو هما الخبيزات ديالنا البنات، كيجيو متقبين من الداخل، كيجي خاوي مهوي صحي، فيه زريعه الكتان، فيها البنات السانوج، فيه حبه السوداء هي السانوج البنات كنعتذر، زريعه ديال القرعه، زريعه نواره الشمس، كندير فيها الشوفان. يعني جميع الزرارع كنديروا فيها الخبيزات. كندير نافع حبه حلاوه باش كيجيني مغذي وصحي البنات. هذا هو الخبز البنات اللي ديال اصحاب الرجيم. هنا البنات كيبان لكم محمر بزاف، راه ماشي محروق، راه عير تحمر ليا انايا بزاف في الفران، والكولور ديال الكاميرا كيعطي واحد اللون ناصح بزاف. خبز ما غاديش نشكروا لكم البنات.
تجربوه وعاد غادي تردوا عليا في التعاليق وما غاديش تندموا عليه. بالنسبه للناس اللي دايره الريجيم، هاد الخبزه البنات صحي 100%. نحاولوا نديروا هاد الخبيزات في الديور ديالنا، واخا فيهم الخدمه شويه، ولكن الا درنا شي حاجه صحيه وخدمناها في الدار ديالنا راه كنحاولوا على الصحه وصحه وليداتنا. ودائما وليداتنا باش كنزعمهم على هاد الماكله ديال الدار ولا هاد الخبيزات ديال الدار، اي حاجه شي وجبه ديال الدار نبقاو ندخلوهم المطبخ ديالنا، نبقاو نخليهم يشاركوا معنا الوصفات، واخا يرونونا، واخا يتكرفسوا على الكوزينه، واخا يوسخوا لينا المواعن، ماشي مشكل. كاينين شي امهات الله يديهم ما كيخليوش وليداتهم يدخلوا الكوزينه، كيقول لك غادي نوسخوا لينا غادي راه بالعكس، خلي بنتك تستافد وتتعلم معاك ولا وليدك باش كيحب الماكله ديال الدار، وتفني معاه، زوقي ليه، فني واحد الحاجه باش يبغيها، باش يولي تقرب الماكله ديال الدار، ما يبقاش يمشي لك للزنقه ويقلب على الماكله ديال الزنقه وفي الاخر كيمرض كتولي كتخسري عليه زباله ديال الفلوس. من الاحسن تشاركيهم وليداتك معاك في الكوزينه، واخا يرونوا ويشاركوك حتى في غسيل المواعن. مهم تشارك المشاركه باش وليداتنا يستافدوا معنا ويحبوا محل هاد الخبيزات هادو ولا محل هاد الاكل اللي كيكون صحي في المطبخ ديال الديور ديالنا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو الوصفه الثالثه ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للبنات الوصفه الثالثه ان شاء الله غادي يكون مادلين كنلقاو في العلب، كنلقاوهم معلبين، كيكونوا غاليين بزاف. علاش لي ما نديروهمش لوليداتنا وندخلوا معاهم المطبخ ديالنا ونخليهم يشاركوا معنا هاد الوصفات؟ عندنا جوج بيضات البنات، وعندنا 100 غرام ديال سكر حبيبات، 100 غرام ديال السكر حبيبات، جوج حبات ديال البيض، والزا ديال فاني. غادي نسمهم هاد المادلين غادي نسمهم بالقشور ديال الحامض، وغادي فيهم حتى النكهه ديال الحامض باش يعطوني النكهه ديال اللوغو ديال الحامض. نتوما كيبقى لكم دائما الاختيار في النكهه، بغيتوا ديروا فيهم الشوكولا، المهم انا اختاريت نديروا لكم بالنكهه ديال الحامض ديال سيترون. كنطربوا هذاك السكر البنات مع جوج بيضات كما لاحظتوا تماكن، كيطربوا مزيان في كنضيفوا الزبده. مادين الا بغيتيكم تجيكم بحال شكل المحلات من الاحسن ضيفوا دائما الزبده، هي اللي كتعطيها واحد الهشاشه وواحد اللوغو زوين في المذاق ديالو. كندير تقريبا 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام وقفه ديال الزبده، كندخلها مزيان مع داك السكر وسنيده مزيان. وفي الثاني كنزيد فيها الدقيق، ما كنضيفوش هاد المادلينا البنات ما كنضيفوش فيها هنايا الحليب، كندير فيها دانون مسوس، درت فيها علبه ديال دانون مسوس تقريبا 100 غرام. كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان. بالنسبه للدقيق البنات هزت ليا ما بين 250 حتى ل 300 غرام ديال الدقيق الابيض. كنخلطهم مزيان، يعني الخليط ديالها كيكون بحال شكل جينواز، يعني كتجي ثقيله واحد شويه. هاد المادلين هذا في الاخر كندير واحد القريصه ديال الحامض باش كيزيد يعطيني واحد الهشاشه وكيعطيني بنه زوينه. ملي كنطرب مزيان الخليط ديالي كناخذ واحد البروشيط بحال هذا الشكل ديال الكريمه، كندير واحد الكويس وكندير البروشيطه الوسط وكنكب باش كنتحكم في المولات اللي غادي ندير فيهم المادلين ديالي وما غاديش تكرفسوا ليا المولات، وكيساعدني حتى في القياس ديال المول. كنقطع بالمقص الفم ديال هاد البروشيط، وكناخذ هاد المولات البنات راه متوفرين ورخاصين في الاسواق، كناخذهم ب 15 درهم كل مره، كناخذ وحيده جوج حتى كنجمع واحد الكميه عندي في الدار وكنبقى ندير بها الحلويات لوليداتي في الدار ديالي، وكيشاركوني حتى في الكوزينه. وكنخليهم يحبوا بحال هاد الحويجات لانهم هما كيبغيوهم وكيبغيو يخرجوا برا وكيشريهم. علاش اللي ما نحبوش وليداتنا وندخلوهم المطبخ ديالنا ويساعدونا وخيرونونا وخيوسخوا لينا؟ الاهم عندنا المشاركه، ولادنا يحبوا الماكله ديال الدار، والتزيين كيبقى دائما اختياري. انا غنشاركوا معكم طبيعي، وانتم تقدروا تزينوا بالشوكولا، تزينوا باي حاجه تقدروا تشكلوها. والسيدات الموظفات غادي يساعدوهم هاد الوجبات، الخبيز، هاد المادلين، اي حاجه اللي غنشارك معكم في هاد الفيديو. السيدات العاملات غادي يستافدوا معايا ان شاء الله باذن الله يا ربي، غيوجدوا هاد الوجبات ويديروهم في الثلاجه ديالهم ولا في المجمد، وفيما غادي يكونوا يجيو من الخدمه ديالهم يلقاو هذا الشيء موجود ليهم. ماشي حيت المراه معكازه، بالعكس المراه راه كتكون حادقه تبارك الله عليها المغربيه. هنا غادي ندوزو البنات العجين ديال الساندويش. عندي تقريبا انا غادي ندير كميه كبيره البنات. درت 800 غرام ديال الدقيق الابيض الممتاز، درت بيضه، درت فانيا، درت هنايا البنات
الخميره ديال الخبز ودرت خميره ديال الارزه ديال الحلوى كتعطيها الهشاشه. وكندير كما قلت لكم فانيا، كندير تقريبا هنايا واحد 50 غرام ديال السكر حبيبات سنيده، ولا جوج معالق ديال العسل. كذلك كنزيد البنات واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وكندير مليحه. صافي كنبقى نجمع فيها بميها دافيه، يعني ميها دافيه. ولا كديري الحليب، بغيتي ديري الماء والحليب كتخلطيهم بجوج. واخا كتبان لكم البنات العجين هنا كتلصق، ما تخافوا ما حتى شي حاجه. ضروري العجين خاصها تكون خفيفه ديال هاد الخبز ديال البريوش ديال الساندويشات. كتبقاو دلكوا فيها مزيان وانتم كتجمعوا. ما عندكمش بحال هاد الباله اللي كتجمع، ديروا نتوما رشوا شويه ديال الدقيق، مره رشوا شويه ديال الدقيق وجمعوا العجين ديالكم. كتبغيت نخلي لكم فيديو طبيعي بلا زربه باش يجيكم داكشي واضح، ولكن الفيديو طويل ضروري خاصني نزرب شويه باش ما نطولوش عليكم. صافي البنات ملي كتبان لكم العجين كتلصق لكم، اما بهذيك الباله كتبقاو تجمعوا فيها وكدلكوا، ولا كترشوا شويه ديال الدقيق وكتجمعوا، كدهنوها بزويته وكتخليوها كذلك ترتاح البنات واحد نص ساعه. التخميره الاولى ضروريه في هاد الخبيزات ديال الساندويشات، ضروريه التخميره الاولى هي اللي كتعطيها العمليه كتكون ناجحه في هاد الساندويشات. صافي البنات التشكيليه راه سهله كما كتلاحظوا هنا. كندير قريصات صغارين كنبسطهم هكا بيديا، كنطلقهم واحد شويه. علاش كنطلق مع داك الروليوم؟ باش كيجوني من الداخل خاوين ومهوين وشاشين بحال اللي كنلقاو على برا البنات. يعني ما كاملاش كيلو ديال الدقيق غادي يخرج لنا واحد الكميه وفيره اقتصاديه، غادي نكسبوا فيها وقت، غادي نكسبوا فيها مقادير، غادي نكسبوا فيها بزاف ديال الحوايج مصروف اللي غادي نخرجوا على برا ونضيعوا الفلوس. واخا هادشي كيبان لكم كتقولوا فيه تماره، راه ما فيش البنات تماره، صدقوني الا جربتوا راه ما فيش تماره. كل مره نديرو حويجه، كل مره نديرو حويجه تنكملوا الكميه اللي بغينا. هنا العجين ديال البيتزا اللي معتمده عليها البنات، عندي تقريبا 500 غرام ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الزعتر البنات، الزعتر مطحون. كندير معلقه ديال السكر، كندير مليحه البنات، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وكنجمع اما بالحليب اما بالماء. كتجيني بنه وحده، اما الحليب اما الماء. صافي البنات العجينه هي كذلك تكون خفيفه واحد شويه. كندير انا عير شويه وكنخليها ترتاح. شحال ما خمرت هاد العجينه كنخرج نتسخر ونخليها ونجي نلقاها خمرات، وعاوتاني كنورقها وكتصدق ليا زوينه، كتجي فشفشه من الداخل وكتجي خفيفه. هنا البنات غادي ندوز باش ننهي معكم الفيديو بواحد الشوربه ديال السمك بالمقادير اللي كنت شاركت معكم اللي نظمتها في الثلاجه. جبت الخضر اللي كنت شاركت معكم ديال الشوربه، جبتها عندي واحد زلافه صغيره ديال قطع ديال الدجاج اللحم، ولا السمك الاحمر ولا الدجاج الابيض. المهم زلافه صغيره تقريبا واحد 200 غرام 150 غرام. كناخذوا طنجره كنديروا فيها معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الزيت، كنديروا فيها داك الدجاج ولا السمك، كنخليوه يتسوطا لينا مزيان حتى كيطلق واحد ديك البنه زوينه. ديك الزبده البنات كتعطينا لوغو رائع في الشوربه ديالنا. كنضيف هذيك الخليط ديال الخضره اللي كديرها في المجمد ديال الشوربه، كنضيفها. كندير واحد الضامه ديال كنور، كندير العطريه ديال الحوت البنات، كنخدمها على اليد ديال العطريه ديال الحوت انا اللي كنطحنها وانا كنخدمها على اليديه. عندي هنايا الصلصه الاسبانيه اللي معتمده عليها دائما ديال الثومه والربيع، كندير معلقه كبيره البنات. هذه هي العطريه اللي كندير في هذه الشوربه، ما كنزيد حتى شي عطريه اخرى البنات. كنرويها بمويه سخونه وكنخليها طيب ليا. هنا البنات العجين ديال البيتزا ما جيت انا نرد الشوربه لقيت العجينه طلقات وارتاحت مع راساتها. ملي غادي نطلقها غادا تساعدني في التطليق ديالها، كتنجح معايا 100%. هذه راه معتمده عليها انا دائما، كندير هذا العجين وكتجينا بنينه. صافي كنورق العجين ديالي، السمك ديالو كيكون رقيق. عندي هاد الجراره انا خاصه بالبيتزات، الا لقيتو عشري كتساعدكم، ما عندكمش ديروا على الفورشيت. صافي كندير طوابع صغيره، انا غادي ندير ليها نص طيبه وكنحتفظ بها بالمجمد. واللي بغات هذيك الا بغيت محتاجها هذاك النهار هذاك كتكون العجينه باقا خضراء، كنعمرها هذيك الساعه وكندخلها الفران. هذه مادلين ديالنا البنات كتجي خفيفه وبنينه وصغيوره وحلوه، وليداتنا كيبغيو بحال هاد الاطباق هادو كيكونوا صغيورين. السيدات العاملات ديو معاه الخدمه، ديروا في الكوتي في الخدمه، تفطر به في الخدمه. خبيز كيكون صحي ديري فيه الجبن، تخدمي باي حاجه، ديري ساندويتش دي معاك الخدمه ديه لوليداتك. هاد الخبيزات
سندويشات حتى هما كذلك ديال السندويشات حتى هما غادي ينفعوكم في المالح وفي الحلو. ومازال غادي نشارك معكم وجبات خاصه بهادشي ديال السندويشات وهاد الاخباز اللي شاركت معكم باش كنديرهم. العجين ديال البيتزا البنات صدقوني اللي ما جربتهاش راه ما غادا، اللي جربتها راه ما غاداش ندم عليها البنات. هما وهاد الخبيزات ولا مادلين لهاد الوجبات اللي شاركت معكم هاد النهار. وكنشكركم بزاف 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 على المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات في هذا الفيديو اللي عطاني واحد الحماس وعطاني واحد الطاقه اللي خلاني نجددها من جديد ونعاود نشارك معكم. وكنعتذر البنات، واحد متتبعه دخلت عندي وقلات ولاني ماشي مشكل، كنحترم الراي ديالها. يعني قالت لك هاد الفيديوهات اللي كتقدمي نتيا ديال كتوجدي في مجمد ديال العيالات العاكزات اللي ما كينوضوا حتى 12 ديال الليل، بانها انسانه غالطه وعقلها يعني عقلها ما غاديش نقول لكم ما غاديش حشومه. كنقدر اي وحده اللي عطاتني شي كلام ديالها، ولاني سمحي لي اختي قالت لي انت من هذاك النوع العاكزات. بالعكس اختي كنوض انا مع 7 الصباح، الا تعطلت كنوض مع 8 الصباح، والوحده كتلقاني مطيبه الغدا لوليداتي ومطيبه لهم الخبز ديالهم وغاسله موعناتي ومجفه الدار ديالي، وكيبقى ليا من ورا الوحده كنمشي نتعلم ليا صنيعه. ما عندكش الوقت كنتعلم في الدار ديالي، وكيبقى ليا الوقت اللي كنجمع فيه في العشيه وكنصبن فيه ونطيب فيه حويجاتي وحويجات وليداتي وكنطيب عشا وليداتي. كل شيء كيكون في الوقت ديالو مضبوط. وكنوض بكري، ماشي معكازه وماشي اي سيده معكازه، ماشي كلشي معكاز وماشي كلشي كينوض مع 12 ديال النهار ولا الوحده ديال النهار. قليل اللي باقي كيبقى ناعس حتى 12 ديال النهار. كنقولها راكي غالطه وحشومه تقول لي هذا الكلام في حقي ولا في حق اي شي وحده. وكنقدر كلامها، تقدر تكون عندها شي ظروف ضراها وبغات تبرد فيا الغديد ديالها. هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. هذا هو الخبز البنات ديال الريجيم، كيجي بنين البنات. والله الا هاد يومين هذا فطرت بيه غير هو. المعده ديالي خفيفه مشبع رائع رائع. الشوربه البنات ديالنا ملي طابت شديتها، دورتها بشويه ديال الشعريه تكون رقيقه، ودرت واحد تقريبا 2 معالق ديال الدقيق الابيض ولا نشا وخلطته مع الماء ودورتها باش كتعطيني واحد التقوليه بحال الختوريه، غادا تجيني بحال اللي خاطره اما نشا اما الدقيق. والبيتزا ديالنا البنات غادي نديرها مع الشوربه لوليداتي. غنوريكم الطريقه اللي كندير انا اللي عندي في الدار كنديرو. درت الصلصه اللي طلبتوني عليها ان شاء الله غدا تكون عندكم في شورت، غادي نحطها لكم مضبوطه. كنزوقها بشويه زيتون خضار شويه. كندير انا الطريقه اقتصاديه البنات. كتشدوا علبه ديال الطون ديال الزيت كنخلطوهم على لاصوص، كتخلطوه مزيان وكترشوا بهم هذيك البيتزا ديالكم وشويه ديال الفرماج شويه ديال الزيتون الاخضر شويه ديال الزعتر شويه زيت بلديه، وكندخلها الفران. كتجي بنينه البنات واقتصاديه. عير علبه وحده ديال الطون كنخلطها كما قلت لكم مع لاصوص. وهادو هما الوجبات ديال الفطور والغوتي للسيده العامله ولا لوليداتنا المدرسه ولا السيده المراه ربات بيتها. علاش لا تبغي ترتاح وتوجد واحد كويس ديال اتاي وتلقى خبيز صحي وتحطه قدامه وتبرع عليا مع راساتها. والخبز البنات ديال سميتو سلفت البنات سمحوا لي. الخبز ديال الريجيم كنديرو انا عير في هذيك القريعه وكنخليه حدايا باش كيبان ليا قدامي مره كنجبدو. بالنسبه للساندويشات والخبز الاخر كنخليه في الثلاجه لتحت لان كيضرب ليا عير مده ديال 3 ايام ما غاديش يضيع ليا. بالنسبه للبنات اللي بغات تحتفظ بمده طويله ديروا في المجمد. وهادو هما الوجبات البنات اللي شاركت معكم. نتمنى ثاني يكون هاد الفيديو مهم وفي افاده. هذه البيتزا البنات صدقوني كتجي بنينه بهذيك لاصوص اللي خدمت معكم هذيك المره، كتجي رائعه. الشوربه البنات الشوربه البنات صحيه بالخضار. قالت لي كديري الخضار في المجمد راه ما كيبقاش فيه المذاق، كتجي الماكله باسله. اختي والله العظيم الا كنتي حدايا حتى نعطيك الذوقي وتشوفي المذاق ديال الخضره اللي كانت في المجمد. الا شحال نقول لك الشوربه ديالها ما كتبقى فيها حتى نقطه في الزلافه ديالها ولا المريقه ديالهم. البنات ماشي غادي نشكر لكم والله العظيم الا هاد الشوربه لا جربتوها ما غاديش تندموا عليها. تصيبوها وتقسموها وديروها في الثلاجه. بالنسبه للسيدات العاملات غادا تنفعكم بزاف. هذه هي البيتزا البنات كتجي فشفشه وزويونه وبنينه بهذيك لاصوص. وغادي ننهي معكم الفيديو وكنقول لكم كنعتذر الا هضرت بزاف وشرحت بزاف. حتى الفيديو جداد وكاع اللي بغات شي وصفه ان شاء الله غادي نشارك معكم. انتظروني فيديوهات جداد وبالصحه والراحه والنهايه بغسل المعانات والنظافه الكوزينه ديالنا باش نخليوها نقيه ونصبحوا يوم جديد بروتين جديد وخفيف وظريف بلا متقلين علينا. نلقاو الكوزينه نقيه ونبداو نهار جديد وبسلام عليكم.